هلو ويلكم لفيديو اخر. بما ان النهارده 31/12/2023 لما لا ننضم سويا في بضع دقائق نخطط للسنه الجايه realistically. So join me. انا ميلودي عبدو، فتاه مصريه اقيم في مصر، ثلاثينيه العمر. نخطط بمنطقيه بقى للسنه الجايه، عايزين نعمل فيها ايه بناء على الاوضاع اللي حاصله حوالينا او بناء على اللي احنا شايفين ان احنا محتاجينه عشان نحسن الوضع اللي انا محطوطه فيه دلوقتي. This might not be الفيديو التيبيكال يعني اللي انتوا عايزينه عشان تبلان الجولز بتاعت 2024 والنيو يير ريزولوشن والحاجات دي، لانه it's better to be realistic على ان احنا نبقى يعني الطموح مش معقول. عادي الواحد بيبقى حاسس نوعا ما هو ايه اللي هو محتاجه او ايه الحته اللي مضايقاه في حياته وعايز ان هو يشتغل عليها بحيث في العادي كنت بقعد اكتب مليون الف جول وفي الاخر ما اعملش حاجه، لان انا حاسه ان انا حاطه حاجات كتير قوي، فانا تعبانه من كتر الحاجات اللي انا المفروض اعملها مع اني ما عملتش حاجه لسه، بس هو ده اللي كنت بحس بيه وطبعا ما بعملش حاجه. فالسنه دي I have decided انه no more. حطيت 4 أهداف بس، جزء منها طبعا الجانب المهني من حياتي والجزء الاخر هو الجانب البيرسونال. والاهداف اللي انا حطيتها دي اخترتها تبقى بار مينيمم، يعني انا كتبت بعض الحاجات او بعض الجولز اللي انا المفروض عايزه اعملها عشان لما اعملها الحاجات اللي انا حاسه ان هي موقفاني او معطلاني يعني شداني لورا كده في الحياه عامه تبقى مشت. اول واحده هي I want to be more serious في الشغل بتاعي. يعني لما بتبقوا في الشغل سايبين الدنيا تمشي زي ما هي تمشي كده، مش انتوا بتقوموا برو اكتفلي تعملوا حاجه معينه بحيث ان الوضع يبقى يعني الاوتكمز بتاعته المفروض تبقى كذا وكذا وكذا. عارفين الدايلما دي انا كنت قاعده فيها بقالي كتير قوي، فانا I want this year ان انا يعني I want to fight المنتال retardedness اللي حصلت لي. مخي مش بيفكر في حاجة، مش هو بيعمل حاجة يطلعها، لا هو بياخد يعني الاتجاه ده فقط. فبقيت اشعر ان انا سنة كده سرعة البروسيسنج عندي ما بقتش هي دي. مش حاجة حلوة. الحاجات اللي هتساعدني ان انا افايت الحاجات دي هي ان انا اطفي التلفزيون واقوم يبقى في باوندريز ما بيني وبين نفسي، يعني انا عاملة حدود لنفسي مع نفسي. I want to learn better financial management. 2024 هي سنة survival أو حفاظ فقط على المكان، يعني أنا واقفة في مكان أنا عايزة أحافظ على المكان ده فقط لا غير، أنا مش مطلوب مني أكتر من كده. واحدة واحدة يعني اللايف سايكل أو دورة حياة الاقتصاد تقوم تاني، نعمل اللي احنا عايزينه. فهنحافظ على روحنا كده وعلى سلامتنا الذهنية وعلى مواردنا وكل حاجة وعلاقاتنا بالناس. يعني ما خليش برضو ان انا لو مضغوطة ماديا او حاجة الموضوع ده يطلع مني حاجات سيئة. هو ايه اللي انا بقوله ده؟ الموضوع كبر شوية. اوكي anyways كل سنة وانتم طيبين. كفاية رغي كده. ارجو ان هذا الفيديو يكون ساعدكم بأي شكل ما. شكرا انكم قعدتوا معايا. انا اسمي ميلودي عبدو وانا تقريبا ببوست فيديو كل يوم، سو سبسكرايب وتعالوا اقعدوا معايا. صدقوني بقول كلام معقول موزون كده. اشوفكم بكرة ان شاء الله. باي باي.